السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بانمي من نار، حرفيا كل دي هتحمسك اكتر من اللي قبلها. وقبل ما ندخل في الانمي بتاعنا النهارده، عايزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا ندخل في الحكايه. بيبدا الانمي بتاعنا بشله اصدقاء قاعدين مع بعض، وده هو وانج بطل قصتنا النهارده. وبيكون قاعدين بيلعبوا لعبه كده، واللي بيخسر بيتعاقب وجه الدور على شين. وخسرت في اللعبه، والعقاب بتاعها كان ان هي تقول اسم الشخص اللي بتحبه. فوانج بيتوتر كده، فالواد اللي معاه بيقول له انت فاكر ان هي بتحبك يلا ولا ايه؟ بيتكسف كده، فبيقول له لا يا عم، انا اعرفها من زمان بس مش لدرجه ان انا احبها ابدا. بيقول فعله ايه اللي انا قلته ده؟ فبيقول عيل مغرور بجماله كده، بيقول انا الفتاة كلها بتحبني. فشين بتفكر خمسه كده وبتقول انا بحب، ايوه اللي في بالي بالك يا صديقي. هو وانج حرفيا الواد ده من الصدمه كان هيعمل على نفسه، والعيال كلها ما كانتش مصدقه، وبيقولوا اكيد بتهزر. وبتقول لا انا عامل سوري، وانا كنت بمشي وراه. والواد يا عيني ما كانش مصدق نفسه. فبينتقل بينا المشهد لعصابه كانت ماسكه وانج نازله فيه ضرب، والواد ده كان متضايق علشان هو بيحب شين. والعيال دي بتفتح فيديو لشين وبيوروها حبيبها وهو بينضرب، والواد بيقعد يستهزئ بوانج لحد ما وانج جاب اخره وهو بيضربه بالدماغ. بس وانج هو اللي بيقع في البحر. بعد ما وانج وقع في البحر خلاص استسلم لمصيره، وبيفتكر اخر كلمتين قالهم شين انا بحبك يا وانج. وفجاه بيلاقي مكعب كده بينور، وبيروح له لسه بيمسكه، وبيلاقيه اخترق جسده. وانج بيحس بحرارة كبيرة جدا في جسمه، وهو بيتوجع جامد، وهو بينتقل فجأة جوه بعد فراغي، وبيكون مفكر نفسه إن هو مات، وبيقول أنا فين. لكن بيسمع صوت مرعب كده بيقول له مبروك، أنت حصلت على المقعد الخارق. لو فكرت في أي مكان لمسافة 15 متر حواليك هتنتقل له فورا، وهيبقى عندك قدرات تانية كتير. وانج بيكون لسه مصدوم من اللي بيحصل، وبيفكر في السماء. فعلا بينتقل على طول، بيكون طاير ومفكر نفسه إن هو هيقع، بس بيكون واقف ثابت ما بيوقعش. والعيال بيكونوا خايفين لا يكون حصل له أي حاجة. وبيفكر في المدرسة وهو بينتقل على طول، فجأة بيسمع صوت بس مش عارف جاي منين. الصوت بيقول له أنا من جسمك يا حبيبي. وانج بيكون مستغرب، لقاه بيقول له في حد دخل علينا دلوقتي. وفعلا بيكون حارس المدرسة داخل بيشوف مين اللي جوه. وانج بيستوعب الموقف بسرعة وبيختفي بسرعة قبل ما الحارس يدخل. المهم الواد بيرجع البيت ياخد شاور، بيلاقي شين بترن عليه. بتكون البنت زعلانة عليه جدا، وبتقول له انت كويس؟ وبيقول لها اه انا كويس. بيقول لها انا هربت من العيال. وبتقول انا هبلغ الشرطة. وانج بيقول لها لا لا مفيش داعي، خلي بالك انت من نفسك. وبيقفل السكة في وشها، وكان خايف يورط شين معاها وحد يعرف بقوة المكعب اللي هو بيملكه. المهم فجأة بيلاقي المكعب بيكلمه، وبيقول له انت بتتكلم منين؟ المكعب بيقول له انا من جسمك. وبينتقل داخل المكعب تاني. المكعب بيقول له انا فاهمك على كل حاجة. بيقول له انت تم اختيارك علشان تكون اقوى واحد على الارض. وانج بيقول له طب انت بتساعدني ليه؟ المكعب بيقول له علشان انا احقق احلامك وتكون حاكم العالم. وبينتقل لمكان تاني. المكعب بيقول ركز على حواسك اكتر وانت هتشوف كل حاجة حواليك. وفعلا وانج بيركز حواسه وبيشوف كل حاجة حواليه، بس ما بيطولش وبيرجع تاني للمكعب. وبيكون استنفذ طاقة كبيرة جدا، وبيحاول تاني بس ما بيعرفش وبيغمى عليه. المكعب بيرجعوا لسريره وبيقول له عاش عليك يا وانج. بيقول له المكعب لو عاوز تزود قوتك اكتر واكتر لازم تجمع احجار طاقة. وانج بيقول له انا مش فاهم حاجة. المكعب بيقول له انا فاهمك الاحلام ده، الاحجار اللي فيه بيبقى فيها طاقة، بس بيبقى في احجار تانية ودي اكتر قوة بيبقى فيها قوة روحية كبيرة جدا. وانج بيقول له طب ودول اجيبهم منين؟ المكعب بيقول له انت عندك دلوقتي حجرين في بيتك. وانج بيعرف هو قصده على ايه، وبيقول له لا يا عم دول بتوع امي وابويا مش هقرب منهم. المكعب بيقول له ماشي بسيطة يا عم، في حجر تاني في الحديقة بتاعتكم. وانج ما بيضيعش وقت بسرعة وبينزل على طول، وبياخد معاه الفاس يا صديقي. بيبقى مش لاقيه، بس المكعب بيقول له جرب كده تستخدم طاقتك. وفعلا وانج بيستخدم طاقته وبيلاقيه. اول لما بيمسكه بينتقل جوه المكعب تاني. المكعب بيقول له حطه في الفجوة ديت. فعلا وانج بيحط الحجر، وفجأة وانج بيطير وبيحس بقوة غريبة. والمكعب بيقول له ده بس حجر من مستوى منخفض. فالمهم يا صديقي وانج بينتقل لبيته وبيصحى علشان يروح الفصل بتاعه. شين بتقرب منه وبتزعله علشان قفل السكة في وشها امبارح، وبيتأسف لها والأمور بتمشي عسل على قشطة. بعدها بقى بيلاقي سون وعصابته داخلين الفصل وضربوا واحد. وسون بيسأل على وانج. وانج بقى كان مخبي راسه ورا الكتاب على أساس يعني إن سون مش هيشوفه، بس سون شافه وراح علشان يضربه. بس شين وقفته علشان تدافع عنه، بس سون قعد يستهزئ بوانج وبيقول عليه جبان. شين بتقول له لا وانج مش جبان ولا أي حاجة، وانج راجل يلا. وانج جاب آخره بقى وبيقول لشين ما تشغليش بالك انتي، أنا اللي هتعامل معاه. سون بيتضايق من كلامه وبيقول له انت ازاي تتجرأ تقول كده. وانج بيمسكه من ايده جامد، وسون بيستغرب من القوة الرهيبة ديت. وانج
وانج بيقول له انا مش عايز اشوفك هنا تاني. سون بيقول تمام، انا هستناك النهارده في ملعب السله الساعه 5 لو مش عايز تورط شين معانا. وبعدين مشي، وشين بتقول له كان بيقول ايه؟ وانج بيقول لها لا ده كان بيقول لي مش جاي تاني هنا. وبعدين بينتقل عند سون وهو قاعد كده وبيبص لايده مكان ما مسكها وانج، ومستغرب كميه القوه اللي حس بيها اول ما وانج مسك ايده، وبيقول انا جاهز كل حاجه عشان ما اخسرش النهارده من وانج. وبينتهي بينا المشهد على ملعب السله، وانج بيوصل العيال بتكون قاعده مستنياه وبيضحكوا عليه وبيقول لهم فين سون. سون بيقول له انت هربت امبارح، النهارده ما فيش هروب. وبيقول اللي معاه يقف على الباب. وبعدها وانج بيقول للمكعب ايه هي قوتهم. المكعب بيقول له كلهم ضعفاء. وانج بيقول له بنسبه كام في المية فوز في القتال ده؟ المكعب بيقول له 20%. وانج بيشوخ على نفسه يا صديقي، بس بيقول له تمام. بيبص كده لسون وبيقل منه وبيقول له ما كنتش متوقع ان رئيس شمال المدينه بيكون جبان قوي كده ولامم كل الناس ديت وخايف يقاتل لوحده. سون بيتعصب جدا من كلامه ولسه هيرد عليه، قام واحد اصلع كده من رجالته رايح لوانج وبيقول له انت ازاي تتكلم مع رئيسنا كده؟ انا لوحدي قادر ان انا اكسر وشك يلا. وانج بيسأل المكعب على طاقته، والمكعب بيقول له طاقته 20. وانج بيقول يبقى ما فيش داعي للخوف بس لازم نكون حذرين. الواد بيتقدم على وانج والعيال كلها بتشجعه وبيقول ده اقوى واحد فينا من بعد الزعيم، وكلهم بيهتفوا باسمه وبيهجم على وانج ومش رحمه. وانج شغال يتفادى بس لحد ما المكعب بيقول له وانج هو دلوقتي استهلك نص طاقته. سون بيلاحظ الوضع وبيبدأ يخاف. الواد بيهجم على وانج تاني بس مسكين ما يعرفش بيعمل ايه الحزين. وانج بيديله بوكس واحد كسر عظم وشه وبيحدفه في الجدار. العيال كلها بتتصدم ومش فاهمين اي حاجة وكلهم بدأوا يخافوا. وفي نفس الوقت شين كانت بترن على وانج علشان خايفة لا تكون حصل له حاجة. ونرجع تاني للقتال بتاعنا. وانج بيبص للعيال كده وبيقول لهم اللي بعده. سون بيضحك كده وبيستهزئ بيه وبيقول للعيال اللي معاه اهجموا عليه. المكعب بيقول لوانج انت نسبة فوزك دلوقتي 30. والعيال بيهجموا فعلا على وانج ووانج نزل فيهم ضرب والعيال فعلا ما حدش عارف يعمل معاه حاجة. بس العيال كان عددهم كبير ووانج بدأ يتعب وسون كان عمال يضحك ومبسوط على الآخر. بس وانج بيقطع ضحك وبيروح على واحد بيديه رجل في الحتة القاضية يا صديقي، بيطيروا 5 متر لقدام وبيكمل ضرب في الباقي. بس العيال بيتقطعوا على وانج والمكعب بيقول له في واحد جاي من ظهرك. وفعلا الواد بيمسك وانج والتاني بيدي وانج بالرجل. سون بيضحك ومنشكح على الآخر وفاكر ان كده خلاص، بس وانج ما بيريحش باله وبيقوم تاني بيمسك واحد منهم كده من رجله وبيركبوا المرجحة عايز المشاهد وبيحدفوا على سون. الواد دخل على سون بدماغه يا صديقي وسون لسه بيقوم وبيفتح عينه. وانج خلص على رجالته وبيقول ده اكيد مش بشري عادي. وانج بيتقدم عليه بكل غضب وسون كان هيعملها على نفسه. المكعب بيقول له وانج بيقول له خلاص انت طاقتك خلصت ومش هتقدر تكمل. وانج بيقول له لا حتى لو طاقتي خلصت انا اكسره. ولسه هيضربه بس هي عصابة داخلة عليهم وكان عايزين يغدروا بسون وعلشان بينهم وبين سون عداوة. سون مش بيبقى عارف يعمل ايه بس وانج بيقول لهم كلام بيضايقهم. زعيم العصابة بيقول لرجالته هجوم عليهم. المكعب بيقول لوانج انت صحتك مش كويسة وبيقترح عليه الانسحاب. العيال بيهجموا على وانج ووانج بيجري منهم. المكعب بيقول له على فكرة وبيختفي من قدام العيال علشان يعملها. هو بيروح قدام وحدة الكهرباء وبيطفي النور والنور فعلا بينطفي في المكان كله. والعيال بتبقى مستغربة ووانج بيستخدم قوته تاني وهو بيروح قدام القائد بتاعهم. القائد لسه هينصدم. وانج بيكون خلص عليهم وعلى رجالته والواد ده بقى راح شغل الكهرباء والواد بيبص على اصحابه لقاهم كلهم في اعداد الموتى. الواد من الصدمة شخص على نفسه. سون بقى بيبقى واقف مذهول من اللي بيحصل ومش مصدق اللي شايفه. وانج شيها وانت من البشر. وانج لسه هيروح لسون علشان يكمل فيه ضرب. سمع صوت الشرطة بتخبط عليهم وبتكون شين هي اللي بلغت علشان هي خافت على وانج. سونج بقى لسه بيهرب وانج قدامه بيقول له انت رايح فين يا حبيبي؟ مش لما تاخد اللي فيه النصيب. سونج بيعتذر منه وبيقول مش هعمل كده تاني. وانج بقى بيجي في باله فكرة ولا في الخيال يا صديقي. عمل نفسه هو اللي بينضرب علشان الشرطة ما تقبضش عليه وبالفعل الخطة بتنجح والشرطة بتدخل وتقبض على سونج. شين بقى بتقعد تعالج وانج من الإصابات اللي عنده. وبعدها بكام يوم طلع علشان يشتري الأحجار السحرية بس لقى الأحجار أغلى منه أصلا، فعلشان كده قرر إنه يسافر يدور عليها بنفسه. فبيروح عند غابة كده وبيكتشف إن في حجر أسطوري بيحفر بها علشان يعرف يوصل له، بس بيعرف إن هو عميق جدا عن سطح الأرض. فالمكعب بيقول له على كهف كده تحت الأرض، بيقول له إنه يقرب من الكهف ده ويستخدم قوته وينتقل جواه. وانج بيعمل كده فعلا وأول ما بينتقل في الكهف بيقع لأن الأرض بتاعته كانت مزحلقة. بيقوم بقى علشان يدور على الأحجار. بيبدأ يدور في كل مكان وبيعرف إن الأحجار ورا الجدار. بيزعل جدا وبيفقد
بيفقد الأمل علشان مش هيعرف يحفر فيها، بس لقى رياح في المكان ده، وبسبب الرياح ديت عرف إن في فتحة فعلا. بيلاقي الفتحة وبيصطدم قوته وبينتقل جواها، وبيقف عند الصخرة ديت وبيلاقي الهدف بتاعه فعلا. وفجأة بيكون في تعبان ضخم وراه وكان لسه هياكله، بس وانج بيصطدم قوته وبينتقل للمكان اللي بعده. التعبان بيستغرب جدا وبيروح وراه برضه، ووانج لسه التعبان هياكله لا اختفى، ووانج بيكون استخدم قوته تاني وانتقل عند الأحجار من غير ما يعرف إن التعبان وراه. التعبان بيتجنن، ووانج بقى بيكون جمع الأحجار اللي هو عاوزها وبيعيط من الفرحة. التعبان بقى راح له تاني، ووانج المرة دي واخد باله منه، ووانج من الرعب وقع تحت، بس الحبل اللي كان رابطه لحقه والتعبان بيقع وراه في المية. وانج لسه يفرح بقى ومفكر إن التعبان مات، فجأة الحبل بينقطع وبيقع في المية. وانج بيحاول يستخدم قوته بس مش بيعرف، التعبان بيهجم عليه علشان ياكله. راح وانج ضربه بالحديدة اللي معاه، وانج بينتقل بعدها جوه المكعب وبيطلع الأحجار اللي جمعها علشان يدمجها المكعب. بيقول له انت لو دمجت 3 من دولت هيطلع لك معاك حجر قوته عالية. فبيقول له ايه رأيك تدمج 9 وتسيب 2 تمتصهم؟ وانج قال له طب الدمج ده بياخد قد ايه؟ المكعب بيقول له 100 ساعة. وانج بينصدم وقال له خلاص امتص حجرين بس، وفعلا المكعب بيمتصهم والواد طاقته وقوته بتزيد. وانج بيرجع للتعبان من تاني وبيقول له ده انا هنفخك يلا. وانج بيهجم عليه ونزل فيه يمين وشمال ومش سايبه للتعبان فرصة، بيشتمه لحد ما خلص عليه يا صديقي، وبيلاقي حجر جامد على الآخر.